ويا صلاة النبي، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركة. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. تعالوا بقى اما اقول لكم على افضل فيديو مشتريات لرمضان. حلو جدا جدا يا بنات. بصوا بقى يا ست الكل، يلا بينا نصلي على النبي ونبدأ. اهم حاجة، اول حاجة هي ازازة الزيت دي. بصوا، دي ازازة زيت ذرة حلوة جدا جدا. انا جبت منها بصراحة ازازتين ذرة. ازازتين زيت ذرة بينفعوا جدا. يعني ممكن اعينهم، انا هاخد واحده مثلا رمضان وواحده للعيد. ممكن اعينهم هما الاتنين لرمضان، ولو في مقدرتي اجيب واحده للعيد تمام، مش في مقدرتي خلاص هعمل واحده بس لرمضان والتانية للعيد. وغير ان انا جايبه في التموين عندي اللي هي ازازه الزيت اللي هي العاديه، السلسله دي. فانا هجيب مثلا دول الرمضان عندي، هستعملهم دول. اعمل حبه فول، اعمل حبه طحينه، اعمل اي حاجه، هستعمل حبه الزيت دول. خلاص، يبقى دول هخليهم لرمضان، ودول هحاول على قد ما اقدر دي تبقى للعيد. خلاص. عندي برضو ازازة الزيت دي اللي هي بتاعت القلية. بصراحة انا عندي فردين بس في التموين، وهم بجيب مثلا 3 ازايز زيت وخلاص الموضوع خلص على كده. انا ما عنديش زيت، عندي نقص في الزيت، فبروح جايبة مثلا ازازتين او 3 ازايز زيت للقلية زي كده، يخلصوا معايا الشهر وخلاص. فانا لو جبت ازازتين، وبعدين الازازة صغيرة، فما بكفيش معايا، بضطر اشتري زيت مثلا في الشهر. فانا مش محتاجه اشتري زيت في الشهر، لا. بتبقى مثلا عارفه مصاريف بيتي قد ايه، فانا بروح يجيب ال3 دول وخلاص. هحاول على قد ما اقدر. يعني انا جبت مثلا معايا زيتين هم شارياهم من بره، او هجيب واحده كمان تالتة. فانا بجيب الزيت ده بحيث ان الازازه كبيره شويه وبتقعد معايا، بجيب ال3 بيكفوني الشهر كله وخلاص. هو التموين بتاعي على كده. انما لو هجيب ازازتين زي دول ب100 جنيه، انا الازازه صغيره وبتطير في الآلية، وهحتاج ان انا اشتري تاني. انا مش في مقدرتي مثلا اشتري زيت تاني خلال الشهر، فما بجيب بصراحه هما دول وخلاص. هحاول امشي بيتي بالازازتين الآلية اللي انا عيناهم عشان اعين دي رمضان، وكل شهر احاول على قد ما اقدر اعين واحده لرمضان. خلاص، احنا متعودين على الزيت وعارفين كده، وما نقدرش نستغنى عن الزيت ابدا. في رمضان بنحمر حاجات كتير جدا، فالزيت مهم جدا جدا يا بنات. خلاص. فدي هقلبيها، والاتنين دول بقى هعملهم لحبة فول او حبة رز، حبة لسان عصفور او اي حاجة. ودي هعملها بس ايه، للعيد، عشان لو احتاجنا مثلا نعمل اي معجنات او اي حاجة، يبقى لازم زيت نضيف، ويبقى طعمه وريحته ملوش ريحة وريحته حلو معايا. دي بقى كنت شاريها معاكم في مشتريات قبل كده، اللي هي علبة السمنة ال2 كيلو. تقدري تجيبي النوع اللي انت عايزاه، بس عايزة اقول لكم سمنة روابي بطعم القشطة، حلوة جدا يا بنات، كأنك بتاكل قشطة كده وريحتها حلوة خالص. الحمد لله على كل حال. انا جبت دي، همشي بيها بيتي في رمضان او الايام العادية، ولو احتجت هي كده كده 2 كيلو حلوين مش وحشين. لو احتجت هشتري اللي هي السمنة الروابي ديت لرمضان. هجيب مثلا كيلو، او على كيلو مثلا من ديت هحاول اوفره، وكيلو من السمنة الروابي وعنهم لرمضان عشان لو احتجت اعمل حاجة. والله في ما قدرت اجيب سمنة بلدي او زبدة او اي حاجة هجيبها واوريها لكم. ما عرفتش خلاص مش مشكلة، دول هيغنوني والحمد لله على كل حال. انا علبة السمنة دي كنت مش شارياها معاكم في الشرايط اللي قبل كده، فبصراحة قلت ايه ما اوريها لكم برضه. ازازه الخل، ما ينفعش نستغنى عن ازازه الخل. في رمضان ازازه الخل سعرها بسيط، يعني قولي مثلا 10 جنيه، بس هتنفعني في طشه، في حبه سلطه، في اي حاجه. لازم ازازه الخل دي لازم تكون موجوده عندك. ممكن نستعملها مش زي الزيت، بس لا، دي حاجه تبقى موجوده بحيث حبيتي تعملي مثلا عزومه ولا اي حاجه، وفي مثلا سنه خل او اي حاجه في العزومه بتاعتي، يبقى انا استعمل، يبقى حاجتي تبقى موجوده وازازه الخل بتاعتي تبقى موجوده. كمان كيس السكر ده ما نقدرش طبعا نستغنى عن السكر. انا بحط السكر عندي في اكياس، اي كيس زي كده، بحيث ان هو مثلا ما ينقطش عندي، او يتفتح عندي في الشنطه بتاعت او الكرتونه بتاعت رمضان. لا، انا بحطه في كيس زي كده عشان ما يبهدليش الدنيا. السكر مهم جدا جدا جدا، ولازم كل شهر تشيلي لك كيس سكر. دلوقتي السكر مثلا هنقول ان احنا هنجيب ازازتين زيت، ازازتين 3 ازايز زيت من التموين. طبعا انت لو فردين، هجيب 3 ازايز زيت، هيتفضل معايا 9 جنيه. هجيب كيس سكر هديله زيادة. ممكن يقولي مش ينفع، حسب برضو ناس يعني بتاع التموين ممكن يقولي مش ينفع، لا انت ليكي مثلا 3 زيت وخلاص. حاولي تكلميه، حاولي مثلا تقولي يا عم انا هدفع الزيادة. فانا هجيب كل شهر سكر وهعينه، او هجيب زيت وهعينه. شوفي انت متوفر عندك ايه. لو انا عندي زيت خلاص هجيب الشهر ده كله سكر،
وهعينه عندي، هاخد اللي هاخده والباقي هعينه رمضان. طب انا مش عندي زيت، خلاص هاخد مثلا كله زيت وهعين مثلا ازازتين لرمضان او ازازه، حسب ما انتي عدد افراد اسرتك ايه وحسب افراد التموين بتاعك قد ايه. خلاص. فهجيب كيس السكر مهم، العصير، الحلويات، احنا يوميا بنعمل عصاير في رمضان، يوميا بنعمل حلويات في رمضان، فبصراحة ما بنقدرش نستغنى نهائي عن السكر. هنا برضو الملح انا جايباه كده وحطاه برضو في كيس عشان ما يتفتحش مني او اي حاجة. فانا جبت برضو الملح من السوق عادي، الملح ده ناعم، بجيب مثلا الكيس الكبير ده ب5 جنيه، بيقعد معايا فترة في المطبخ. فانا بروح جايبه كيسين واروح جايبهم، هروح السوق التاني مثلا او الاسبوع اللي بعديه هجيب برضو كيسين واعينهم. استعملت كيس في المطبخ، استعملت ما استعملتش، الملح حلو جدا وبينفع، وتلاقيه في مره واحده خلص من عندك ازاي ما تعرفيش. فانا جبت كيس من الملح بالشكل ده كده، هعينه معايا رمضان. ودول انا كنت جايبه مرقه دجاج، كنت عينت منهم كنت اول ما جبتها عينت منهم دول. عايزه اقول لك المرقه الدجاج انا بحاول اخف منها على قد ما اقدر، المرقه الدجاج غلط، بستعملها في محشي، في مكرونه وفي الملوخيه، بس غير كده ما بستعملش مرقه الدجاج. بقيه الطبيخ بعمله بالشوربه. انا اي شوربه عندي لو حتى كوبايه زي كده بحطها في كيس واحطها في الفريزر، عملت حبه باميه بحطها عليهم، حبه فاصوليا، حبه لوبيا، بطلعها. انما بقيه الطبيخ بتاعي ما بستعملش مرقه دجاج نهائي. مرقه دجاج في المكرونه، لان انا بصراحه المكرونه بحسها بتبقى حلوه ولازم تكون دسمه شويه بالتوابل والحاجات دي، فبستعمل في المكرونه، بستعمل في المحشي والملوخيه. طبعا انا مش كل يوم لا بعمل مكرونه ولا كل يوم بعمل محشي ولا كل يوم بعمل ملوخيه. خلاص. خدتهم بالشكل ده كده اول ما اشتريت علبه مرقه الدجاج. عايزه اقول لك مرقه الدجاج دلوقتي خلصت وانا بصور معاكم الفيديو، انا افتكرتهم، انا افتكرت مرقه الدجاج، بس هحاول على قد ما اقدر اربط الكيس تاني وهعينهم ولا اكني شفتهم تاني، عشان يعني ان شاء الله احاول على قد ما اقدر اشتري واحده مرقه دجاج كمان واخد مثلا فرعي كمان زي كده واعينهم. ورقه الشاي دي مش لينا قوي في الشاي، او بالذات في رمضان يعني شرب الشاي مش قوي، بس ممكن مثلا حد يشرب كوبايه شاي بعد اكله دسمه، حد جالك على سهوة، طبعا لازم يعني لازم البيتنا يكون مستور، حرقة بسيطة بالشكل ده كده، فلازم نشتري يعني نشتريها ونعينها في جنب، مش هتأثر معانا في حاجة، يعني هنقول مثلا في حدود 10 جنيه، بس هتسترنا بدل ما حد يجي يكون عايز شاي وما نلاقيش، على اساس ان احنا في رمضان، لا دي حاجة برضو لازم تكون موجودة. خلاص. فاصوليا، شوفي انتي برضو بتستعملي قد ايه فاصوليا، حلوة جدا، هتنفعني. طبعا احنا في رمضان الاكل بيبقى بسم الله ما شاء الله كتير، ممكن ما تستعملهاش في رمضان بس هتستر بيتي. اتزنقت قبل رمضان مثلا او ابقى في شهر شعبان وعايزه اعمل اكل، مش عايزه اشتري او عايزه اصرف فلوس خالص، مثلا انا جبتها زي كده بدري، فخلاص انا هطلع كيس فاصوليا زي كده وهمشي بيتي، هطلع كيس لوبيا زي كده وهمشي بيتي. حاجه بسيطه مش هتكلفني حاجه، كل شهر هاتيلك حاجه، انا مش شاريه المشتريات دي كلها مره واحده. خلاص. على قد ما قدرتك هاتي زي ما انت عايزه. كيلو دقيق، كيلو دقيق حلو جدا، عملت حبه سمك، عملت بشاميل، عملت اي حاجه بدقيق بينفعني، فلازم نشتري لو حتى نص كيلو، نص كيلو عيني عندك بينفع جدا جدا جدا، بدل ما نيجي نشتري السمك ونرجع ندور على نص كيلو دقيق، او نعمل البشاميل ونرجع ندور على الدقيق. خلاص. تعالوا بقى للحاجه بتاعه العيد، احنا زي ما اتفقنا ان هاخد مثلا علبه سمنه زي كده للدقيق، علبه سمنه زي كده للعيد. احاول على قد ما اقدر كل شهر او كل شهر، يعني كل شهر مثلا او كل اسبوع او كل اسبوعين يا ستي، كل اسبوعين. دلوقتي رمضان وعيد ولبس وحاجات وعيديات بتبقى زحمه وبتبقى محتاج فلوس كتير جدا، فاحنا عشان نوفر على نفسنا شويه احنا قلنا ناخد ازازه زيت من اللي نوعها حلو دي وهعينها للعيد. ماشي. هاخد برضو السمنه ديت، هاخد على قد ما هاخد، هاخد مثلا نص كيلو منها، نحاول على قد ما اقدر اخد منها وعينها للعيد، يعني هحاول تبقى مثلا كيلو منها للعيد، هحاول اشتري سمنه كيلو مثلا واستعمل منها في رمضان او الايام العاديه ديت، وعندي كلها للعيد. ماشي. كل 15 يوم بس هجيب 2 كيلو من الدقيق ويكونوا على بعض، ال2 كيلو دول عشان انا لو حبيت اعمل كحك يبقى ال2 كيلو عجينه واحده او دقيق واحد بيستعمل ميه واحده او بيستعمل ماده دهنيه واحده. خلاص.
شوفي بقى مثلا انا بعمل بيتي فور نص كيلو، مش هتفرق، هاخد اي نص كيلو من اي حته. انما انا بتكلم لو انا بعمل 2 كيلو بسكوت، مش هكون جايبه كيلو يعني جايبه كيلوات لوحديهم، لا هات 2 كيلو وعينيهم. شوفي انت بتستعملي ايه في العيد وتمام. لو انا بستعمل 2 كيلو بسكوت او هعمل 2 كيلو كحك، خلاص هجيب ال 2 كيلو على بعض. والضحى والليل إذا سجى. هجيب ال 2 كيلو على بعض واركنهم علشان انا اكون واخده الكيس ده على بعضه للبسكوت، يبقى بقى بالزيت بتاعه بالسمنه بتاعته كله مره واحده خلاص. انما انا لو بعمل بتفور نص كيلو، اي نص كيلو عندي دي من اللي انا شاريه، طبعا انا بكون جايبه الاهرامات او حاجه كويسه من عند العطار، بقول له انا عايزه حاجه كويسه متعدده الاستخدامات، فخلاص هاخد اي نص كيلو، هاخد اي كيلو وخلاص. انما انا بتكلم لو انت بتستعملي حاجه 2 كيلو، لا انا هجيب الكيس 2 كيلو وعينه على بعض عشان يبقى معروف كده ده متغلف كله على بعضه للكحك او للبسكوت اللي انا هعمله 2 كيلو على بعض. خلاص. جبت حاجه مهمه كمان للعيد، وهو كيس الحلواني بالشكل ده كده، بحيث انا لو عايز اعمل بيتي فور، عايز اعمل بسكوت، انا ما عنديش المكنه بتاعه البسكوت فجبته. بصوا هو كان متغلف، هو كان في كيس بس الحمد لله ما فيش حد بيسيب حاجه على حالها، مش مشكله. الكيس ده كده الحلواني حلو جدا، دي بتاعه البسكوت، بتاعه البسكوت مشرشره معايا اهي. ودي مثلا هعمل بها البيتي فور، او هعمل مثلا باللي اصغر منها شويه البيتي فور. دي بتاعت بلح الشام. خلاص دي بقى بتاعت الكريمات والكيكات، انا مش محتاجاها قد ما محتاجه بتاعت البسكوت ديت، عشان بتاعت البيتي فور لو احتاجت اعمل بيتي فور ولا اي حاجه. بس كده. اهو اتعمل بالشكل ده كده، هينفعني للكحك وللبسكوت والبيتي فور. وادي الاشكال بتاعتها اهي. جبته من السوبر ماركت بصراحه، ما جبتوش من السوق. ممكن تجيبيه من عند مستلزمات الحلواني، هينفعك جدا جدا. طب جبت برضو، بص المجموعه دي حلوه جدا، جبت 4 فانيليا. طبعا انا الفانيليا يعني لما يتوفر معاكي جنيه وانت عند بتشتري اي حاجه هاتي بها فانيليا. الفانيليا بتنفع وحلوه جدا جدا يا بنات. جبت 3 من المفروض 4 فانيليا. اه تنفع. جبت برضو 2 بيكنج باودر. هينفعني، هستعمل مثلا واحد حاليا والتاني هعينه لرمضان، عشان مثلا حبيت اعمل اي حاجه، هو مش لرمضان، هو يعتبر للعيد. حبيت اخد معلقه صغيره في بسكوت، اعمل واحد كيك شيف. طبعا الكيك شيف بيبقى اغلى حاجه فيهم، فانا جبت واحد بس. لو هستعمل بيكنج فانا هستعمله بدل ما استعمل البيكنج باودر وكده. جبت برضو علشان البسكوت النشادر، او لو حبيت اعمل بسكوت بطعم البرتقال، جبت واحدة فانيليا من البرتقال وواحدة تانك، لو حبيت اعمل اي حاجة بطعم البرتقال. هي دي مشتريات رمضان بتاعتي. عايزه اقول لكم انا ما نزلتش اشتريتها كلها مره واحده، انا كنت يعني انا بقالي فتره ما صورتش معاكم من زمان، او ما صورتش حاجات كتير لرمضان من زمان، لان انا بصراحه مش هطلع في فيديو اقول لكم انا جبت ازازه الزيت ديت، او هطلع في فيديو تاني واقول لكم انا جبت علبه السمنه دي. لا انا جبت كل مثلا شهر حاجه، او كل اسبوع حاجه، او في مقدرتي، كل واحد ومقدرته ايه. ف مش كل مره واحده، لا اللوبيا مثلا الفاصوليا دي مره واحده، الدقيق دي لوحديه مثلا، هو والحاجات اللي هي الكيكات والبيكنج باودر والحاجات دي انا جبتهم لوحديهم. طبعا الزيت لوحده وعلبة السمنة لوحده في شهر تاني، والزيت في شهر تاني، لان السمنة والزيت من الحاجات اللي بتكلف شوية. فشوفي انت في مقدرتك ايه وحسب ميزانيتك ايه، مش لازم تجيبي كل الحاجات دي مرة واحدة عشان هتكلفك. معاكي قرش انزلي هاتي بيه دلوقتي، ما تعينيش لرمضان ونقول هنشتري على رمضان. الحاجة على رمضان بتغلى وخلاص، فاضل يعتبر شهرين ونص، حاجة بسيطة جدا جدا. افتحي الحصاله بتاعتك لو انت عايزه حاجه رمضان وانزلي هاتي من دلوقتي. هاتوا طماطم يا بنات، الطماطم رخصت، الطماطم رخصت وهتغلى تاني. فهاتوا حاجات، هاتوا طماطم على قد ما تقدروا، هاتوا بال100 جنيه. هنخرم الميزانيه، هنيجي على المصروف البيت مش مشكله. هنجيب الطماطم نشوفها هي عندكم بكام، قولوا لي الطماطم عندكم بكام دلوقتي. انا عندي الطماطم ب6 جنيه، مش عايزه تنزل عن كده نهائي.
فهات الطماطم وعينيها في الفريزر، بدل ما نرجع زي ما كنا بنشتريها زمان الكيلو ب20 جنيه وب30 جنيه وب40 جنيه، ووصلت عند ناس 50 جنيه. وانا قلت لكم في فيديو قبل كده اول ما فرست الطماطم هات الطماطم هتوصل ل50 جنيه، محدش صدقني، كان الكومنتات كلها 50 جنيه، انتوا بتفولوا في ايه؟ لا محدش صدقني. فانزلوا هاتوا الطماطم وفرزوها رمضان قبل الخضار او قبل اي حاجه او قبل الحاجات دي كلها كمان. هاتوا الطماطم روح البيت. انا عماله انبه لكم اهو علشان لو حد جه وقال في الكومنتات عايزين اكلات من غير طماطم هزعل منه بصراحه. هو ده فيديو النهارده، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو يا بنات، وتشتركوا في القناه وتفعلوا ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتختاروا كل عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على الف خير، مع الف سلامه.